بشماله عاليه جميله جدا، هوبا والهدف. الله 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 عليك يا اسامه يا حسني، الله الله عليك يا اسامه يا حسني، ولمسها روعه روعه روعه. ادي اسامه حسني طلع فوق بين يدي الحارس فيكتور اوتيلو، والهدف الاول للنادي الاهلي براس هذا الفتى اللي هياخد حظه رغما عن الجميع باذن الله. داخل فيكتور بشماله، حارس على حارس ما يلعبش، حارس على حارس ما يلعبش. وحيطه خماسيه، يلا يا عبد الوهاب بشماله، يلا يا عبد الوهاب وداخل هوبا. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا مغرد، يا عيني عليك يا فنان، يا عيني عليك يا لعيب. والله ولا قصيدة الجندول يا ابني. محمد عبد الوهاب في احد القصائد الجميله من رجله في حته ايه، يا نهار ابيض عليك، روعه 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 روعه. يا سلام، هدف جميل جدا جدا للنجم الصاعد الواعد محمد عبد الوهاب في جنب الشبكه، تغرد وتحتضن 2-0. استلام من عبد الله 1-1، عدى طبعا، عدى طبعا، عدى والعرضيه الارضيه وائل رياض، وهي هوبا. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا وائل يا رياض. حلوه يا ابني، حلوه يا ابني، تستحقها والله، تستحقها لنشاطك، تستحقها وكتر خيرك. اتعملت عرضيه من المتالق محمد عبد الله، عدت الناس كلها لمها بيمينه، وهي بيمينه يحطها روعه روعه روعه. برافو يا وائل يا رياض. في الدقيقه 91 الهدف الثالث للنادي الاهلي 3-0. طويله حلوه قوي من وائل رياض، لمها وحطها جميل. الرحمن الرحيم. اعزائي النادي الاهلي في حراسه المرمى النهارده عصام الحضري، امامه عماد النحاس. يعود الى النادي الاهلي النخبه الرئيسيه من تشكيلته النهارده، اقرب الى التشكيله، ودي اول فرصه من اسامه حسني عرضيه لكن جوه وتسديده بالرجل الشمال وبيقول انها جت في ايده، لكن تاني محمد عبد الوهاب ويلعب كره عرضيه. يا 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 عماد يا متعب، يا عماد يا متعب. يا سلام على عماد متعب لما بيبقى فورمه. كل الكور يعني لو عماد متعب فورمه كان مفيش كلام ان هيكون هداف الدوري حتى الان، لانه الفرص اللي ضيعها سمنتو جوه منطقه الجزاء دلاله على انهم عايزين يلعبوا مباراه هجوميه. وادي راس الحربه فالنتين يانما رقم 5 ورقابه من احمد السيد، والثاني سيدي بيه رقابه من شادي. وادي ضربه راس قويه. لورانس دوي لعيب كويس. لورانس دوي ده انا من وجهه نظري هو من افضل اللعيبه في رينا سيمنتو، ليس فقط في هذا اللقاء وانما ايضا في لقاء الذهاب، هو والمهاجم رقم 10 ساليو سيدي بي. تاني اسلام الشاطر عملها عرضيه جوه الملعب لكن بيطلعها على طول وخطره وممكن. يا ولد يا ولد، حلوه حلوه حلوه، الله يا عماد يا نحاس، حلوه 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 حلوه، جميله جميله من عماد النحاس برؤيه ثاقبه، رؤيه مهاجمين. لمح حارس المرمى وعدل الكوره وصلحها كويس قوي وحطها بوش رجله الداخلي، لفت زي الموزه في الزاويه البعيده لمرمى رينا سيمنتو. الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 18. يا على جمال، حلوه 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 جدا من عماد النحاس. شوفوا جوه المنطقه، شوفوا الثبات والثقه في اداء عماد النحاس في اللعبه دي. ادي الوقفه وادي التثبيته وادي الرؤيه وادي الحطه في الزاويه البعيده. يا سلام يا عماد يا نحاس، جميله جميله. شوفوا التصليحه ازاي، شوفوا التوقيفه، لمح بعينه حارس المرمى وحط الكره بوش رجله الداخلي، لفت سكرو وراحت في البعيده على طول. يا سلام لو الكره دي من ورا الجول، لو في كاميرا من ورا اهي، هي دي هي الزاويه دي اللي انا عايزها من انما والله عماد النحاس بيطلع في كل كره. حتى حول الكره اللي شاطها من شويه حسن مصطفى في المرمى، يعني موجود دايما باستمرار على حدود منطقه الجزاء. وده ابو تريكه، اول كره يظهر فيها ابو تريكه في الكادر. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب ابو تريكه، وممكن عرضيه وممكن جول. يا ولسه خطره، لكن ابو تريكه ما وصلوش اي كره حتى الان بين الثلاث خشبات. وادي لعبه جوه المنطقه. يا في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره اللعبه دي. اذكر حضراتكم التعادل الايجابي باي نتيجه لصالح فريق رينا سيمنتو لتطبيق قاعده احتساب توصل لخوزيه بوكونج
ترجع ورا تاني الى جيم نيانجا، وتروح تاني في الشمال، تروح في الشمال، وابو تريكه حطها حلوه قوي محمد عبد الوهاب، ممكن يلعب عرضيه مستريح، لعب العرضيه انما تطلع تاني وتروح له هو تاني على خط النهائي الملعب، وحلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. عماد متعب اخيرا، عماد متعب يهدف اخيرا، عماد متعب الهدف الثاني في الدقيقه 25. الله، الهدف الثاني عماد متعب. انما العرضيه بتاعت محمد عبد الوهاب ايه؟ حكايه حكايه. بقول لحضراتكم مفتاح مهم جدا من مفاتيح اللعب. باحصائيه بسيطه كده، محمد عبد الوهاب صنع السنه دي سواء لمنتخبنا الوطني او للنادي الاهلي 13 كوره مباشره من كرات عرضيه، صنع منها اهداف مباشره الى النادي الاهلي او منتخبنا الوطني. منهم هذه الكره الجميله العرضيه اللي عملها بالمقاس على راس عماد متعب في الدقيقه 25 ويجيب منها الهدف الثاني. يا محمد عبد الوهاب قبل ما يكون عماد متعب، لانه عمل العرضيه جات له تاني ما فكرش على طول، بص المره دي اهو. شوفوا حضراتكم البصه بتاعته دي، لو اتعادت الكره دي تاني هنشوف بصه كده بنص عين من محمد عبد الوهاب من ناحيه الشمال لعماد المدافعين لمهاجم هو شايفه في مكان او في بقعه سحريه من الملعب. فاتسمت الكره دي ثرو باس، يعني كلمه ان تمريره بينيه من خلال الفريق المنافس. هو دي النموذج بتاعها الكورتين اللي عملها ابو تريكه في الدقيقتين اللي فاتوا. وادي كره ثانيه بينيه والعرضيه، يا اسامه، يا عرضيه جميله حلوه قوي، برضو كره بينيه جميله قوي ناحيه اليمين عملها حلو عماد متعب. ادي متعب يلعبها على طول لابو تريكه، حطها سندها كده لحسن مصطفى، لابو تريكه تاني هيبص ابو تريكه ويديها لحسن مصطفى ولابو تريكه، وممكن ابو تريكه والترقيصه وعلى شماله يا ولد يا ولد. بقول لكم ممكن من اول ما لمس ابو تريكه، هو ده ابو تريكه من اول ما لمس. والله كنت حاسس ان هيعمل فيها اللي عمله ده ابو تريكه. يا سلام عليك يا زيدان يا مصر، يا سلام عليك يا زيدان. ابو تريكه يحط جول عالمي، جول جميل جدا والله. من اول ما لمس الكوره، من اول ما خد مكانه في الناحيه اليمين، وانا حاسس انه هنعمل في الكوره الفيلم ده، حاسس ان هيعمل في الكوره الموال ده، حاسس ان هيعمل في الكوره المهاره دي. عمل وسند وعدل على شماله وعدلها تاني على يمينه. يا سلام يا ابو تريكه. حاسس اهو، ادي الترقيصه الاولانيه، وادي العدل على شماله، وادي السنده، وادي الكوره الجميله جميله جميله. يا سلام على الجول الجميل، جول جميل جميل جميل. فكرني والله بهدف جابه ماركو فان باستن النجم البولندي الهولندي الشهير جدا في نهائيات كاس الامم الاوروبيه 88. عليك يا ابو تريكه، مش لعيب واحد. وادي كوره اماميه تاني يوقفها عماد متعب حلو قوي، وتاني محمد عبد الوهاب ولا عرضيه. يا الى محمد عبد الوهاب، عبد الوهاب يعكس كوره في اليمين لشادي محمد، شادي يحطها على الارض لمحمد شوقي تاني لابو تريكه، وحلوه في اليمين لاسلام ويلعبها حلوه، والرابع يا سلام. وادي مرجان، هتقول ايه يا مرجان؟ عماد متعب طالما خلاص شاف الشبكه انتهت، بيحط عماد متعب هدفه الثاني في هذا الجول. حطها جميله قوي الاسلام، اسلام لامح وشايف متعب، وعلى طول متعب شايف الشبكه وبشماله على طول في سقف الشبكه وفي الجول. مفيش وسيط، بلا وساطه، على طول من متعب الى الشباك بتتحط جميله. كورتين من اليمين وكره من الشمال، 3 اهداف تؤكد قيمه اللاعبين اللي على الاجناب او على الفلانكس. ودي كره عرضيه تاني وكادت ان تكون الخامس. لسه بتكلم على الكرات العرضيه وبقول اهميتها. 3 اهداف من تاني لدوري هذا الموسم في اللقاء اللي اقيم في المحله وفاز بيه النادي الاهلي 3-1. كان جاب الهدف الاول في لابني، حتى الهدف ما كانش قصده، الكره جت في دماغه كده ودخلت. وادي محمد عبد الوهاب والعرضيه واسامه، يا راجل انما اسامه حسني جوه المنطقه. افريقيه قبل هذا اللقاء للنادي الاهلي دون التعرض للهزيمه، رقم قياسي جديد يضيفه النادي الاهلي. اذا لم يخسر اليوم سيرتفع لحسام عاشور، ونقله ولمسه من اسامه حسني تروح لفلافيو، نقله لمحمد شوقي، انما تاني تتقطع وتروح لحسن مصطفى. يا حلوه والله، حلو. مجلس اداره النادي الاهلي في المدرجات بتاع الكوره تاني حسام عاشور، والحكم لقاها مع النادي الاهلي
بقاعدة تحت الفرصة اداها على طول حلوة لمحمد شوقي خالد الاتحاد الافريقي اللي هي كأس الكونفدرالية. محمد عبد الوهاب عرضية يا شيخ يا راجل، وخد تاني تروح لمين اسلام، اسلام الى اكوتي، اكوتي عرضية يا مش ممكن مش ممكن. انا مش هتكلم، انا مش هتكلم والناس اهي وشوشها بتتكلم. ايه ده بقى، ايه ده بقى، بصوا الكرة العرضية فين وبصوا ضربة الرأس فلافيو. وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين في كل مكان عبد الرحمن خالد حكم اللقاء السوداني يعلن نهاية أحداث هذا اللقاء. الحكم المالي، لكن قبل ذلك نمر مباشرة انطلاق المباراة في هذه الآونة وضربة البداية لفريق الأهلي المصري. نمر مباشرة لتشكيلة الفريقين. بالنسبة للفريق المصري الأهلي المصري تقريبا منتخب المصري منتخب مصغر، والأكيد أن الكثير منكم يعرف العديد من الأسماء، أسماء اللاعبين المصريين، بدءا بالحارس عصام الحضري. يدير هذا اللقاء الحكم المالي كومان كوليبالي بمساعدة كل من درامان دونتي وموسى دياباتي. والعملية الأولى لصالح الفريق المصري، والدفاع النادي الرياضي الصفاقسي يبعد الكرة مرة أولى ومرة ثانية. الكرة تمر سهلة للحارس أحمد الجواشي، لكن كذلك الشأن بالنسبة للفريق المصري، غيابات كبيرة والمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، مخالفة من اللاعب محمد شوقي على أيمن بن عمر، أيمن بن عمر ليحتل إذن الرواق الأيمن في غياب أمير الحاج مسعود. عبد الكريم النفط ينفذ والتسديدة الرأسية باهية المحاولة من معاوية القادري، لكن فوق مرمى الحارس عصام الحضري. هذه الإعادة والتسديدة الرأسية كانت بعيدة نوعا ما عن مرمى الحارس الأهلي المصري. تمشي الكرة من محمد شوقي إلى إسلام الشاطر، التوزيع والكرة سهلة للحارس أحمد الجواشي حارس النادي الرياضي الصفاقسي. وما نبالغش إذا نقول أن فريق الأهلي المصري يعتبر من أحسن الفرق العربية والأفريقية على الإطلاق وكذلك العالمية. علاش نقول العالمية؟ باعتبار أن في التصنيف الأخير انتبهوا العملية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، كرة لأنيس بوجلبان، أشولا والتسديد جانبية. أبرز فرصة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بلاز كواسي. بلاز كواسي كان في موقع مناسب جدا، كرة من معاوية القادري يلتقطها والتسديد خارج المرمى. أبرز محاولة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، يعتبر صاحب أرقام قياسية. انتبهوا العملية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، معاوية القادري، التوزيع والدفاع، الخروج بالكرة عن طريق محمد شوقي من جديد، وعملية الهدف تضيع من عبد الكريم النفطي، تضيع فرصة افتتاح النتيجة على عبد الكريم النفطي. محاولة الثانية في ظرف دقيقة بعد عملية ومحاولة بلاس كواسي. وجه طيب في بداية هذه المباراة في الربع ساعة الأولى لهذه المباراة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي، وما ثماش مخالفة. الحكم يقول تمشي الكرة إلى قائد الفريق أحمد السيد، وثم لاعب ملقى على أرضية الميدان، وطبعا عملية إخراج الكرة لتمكينه من الإسعافات اللازمة. 96 لقب تحصل عليها فريق الأهلي المصري بين ألقاب محلية وطبعا قارية، منها 32 بطولة مصرية و34 كأس. ينفذ عبد الكريم النفطي والدفاع المصري يرجع كرة تعود لعبد الكريم النفطي، تصطدم بالدفاع بلاس كواسي، تمهيد كرة بالراس والكرة استماتة ممتاز بلاس كواسي
الى شاكر البرقاوي. معاويه القادري، معاويه القادري، الشولا باهيه لمعاويه القادري داخل مناطق الجزاء وما ثماش مهاجم في المكان المناسب. باهيه المحاوله، مخدومه العمليه. النادي الرياضي الصفاقسي بامكانه الوصول الى شباك الحارس عصام الحضري، بامكانه الوصول. مردود متميز لحد الان، واضح الضغط خاصه على مستوى وسط الميدان من جانب ابناء النادي الرياضي الصفاقسي. بلاس كواسي الى ايمن بن عمر، ايمن بن عمر مع شاكر البرقاوي. ممتازه عمليه المحافظه على الكره. اشولا وباش يسدد وباهي، هي فوق المرمى بقليل. ممتازه من اشولا، شعيب اشولا. هذا الاعاده للمحاوله ما كانتش بعيده برشا عن مرمى الحارس عصام الحضري. تمشي كرة لطارق السعيد، طارق السعيد يرجعها لحسن مصطفى. طارق السعيد من جديد يواصل الهجوم والدفاع. ارتماء من عصام المرداسي، يخلي كرة في التماس. التماس لصالح الفريق المصري. ابو تريكه، طارق السعيد، ومن جديد عصام المرداسي يبعد الكره. اشولا الى ايمن بن عمر، والتماس يصبح للنادي الرياضي الصفاقسي. في الدور الموالي امام فريق محترم جدا الجيش الملكي المغربي، التعادل هدف مقابل هدف في صفاقس، وانتصار خارج القواعد في ملعب مولاوي عبد الله بالرباط، هدف مقابل 0. والمحاولة لصالح الفريق المصري عن طريق عماد متعب او حسن مصطفى، هو صاحب التسديدة الأخيرة إلى عماد النحاس. تفتك من أنيس بوجلبان، يتجاوز لاعب وباهية، يخلي كرة أمام فتح الغرب. فتح الغرب إلى شعيب أشولا، أشولا لمعاوية القادري داخل مناطق الجزاء، وافتكاك الكرة بخبرة كبيرة من جانب اللاعب محمد شوقي او طارق السعيد. تمشي كرة لإسلام الشاطر. التوقيت 30 دقيقة لعب، نصف ساعة، وهفوة من معاوية القادري. فلافيو يخليها لطارق السعيد. محمد شوقي ترجع لحسن مصطفى. اسلام الشاطر، محاولة المراوغة والتوزيع والتسديد بعيدة من محمد شوقي. ضربة مرمى. حارس الأهلي المصري مباراة اللي أمر بهما حكم المباراة وسام العابدي، المختص طبعا في هذه التسديدات. يسدد لكن إلى أيمن بن عمر، والدفاع يخرج كرة. الدفاع يخرج كرة في التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي دائما. شعيب أشولا، أيمن بن عمر، التوزيع. الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق عصام المرداسي. عصام المرداسي، عملية مخدومة جدا على مستوى القائمة الثاني، وتسديدة رأسية على مستوى القائمة الأول تغالط عصام الحضري حارس الأهلي المصري في الوقت بدل الضائع. النادي الرياضي الصفاقسي يهتدي إلى شباك الحارس المصري، وهدف يستحقه أبناء النادي الرياضي الصفاقسي بالنظر للمردود الطيب اللي قدموه خلال هذا الشوط الأول. هذه الإعادة
معروف طبعا عصام المرداسي بالتسديدات الرأسية وكثيرا ما غلط حراس المرمى. إذا هدف مقابل صفر في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول اللي يعلن عن نهايته الحكم المالي السيد كومان كوليبالي في اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط عن طريق صاحب الهدف عصام المرداسي. إعادة للقطة، عصام المرداسي يسدد يسارية، لكن هذه المرة عصام الحضري كان في الموقع المناسب. إسلام الشاطر وعصام المرداسي يفتك الكرة، لكن حسن مصطفى التمهيد وممتاز عملية قطع الكرة من أيمن بن عمر. ياخذ الكرة شعيب إلى عبد الكريم النفطي، ممتاز عبد الكريم النفطي والخروج الحارس، خروج الحارس عصام الحضري. لاسكواسي لكن ياخذ الكرة عماد النحاس. محمد شوقي مع عماد متعب. حسن مصطفى حذاري تضيع من عماد متعب من حسن حظ احمد الجواشي. طيبة العملية كانت مخدومة من بين حسن مصطفى وعماد متعب. قلت حذاري من هذا اللاعب عماد متعب، أبرز مهاجم في تشكيلة الأهلي المصري. هذه الإعادة يدخل الكرة داخل مناطق الجزاء والثغرة موجودة، لكن التسديدة جانبية. أبرز فرصة على الإطلاق للأهلي المصري إلى وائل جمعة. عماد متعب يرفع الكرة مرة أولى. عصام المرداسي وفتح الغربي، مخطئة من فتح الغربي إلى عماد متعب. عماد متعب باش يعمل ويسقط والحكم يقول يتواصل اللعب ما ثم شيء. محاولة تمويه من عماد متعب. طارق الزيادي وتفتك له الكرة، تفتك الكرة وتعود لصالح الفريق المصري. اسلام الشاطر، هفوة كبيرة كانت من جانب فتح الغربي. عصام المرداسي باهية إلى بلاس كواسي، ما ثماش تسلل. بلاس إلى عبد الكريم النفطي، محاولة المراوغة. طبعا مثل هذه العمليات زايدة فيها إضافة زايدة، ما ثماش تسلل للحكم المساعد يقول، ويخرج أحمد الجواشي أمام محمد أبو تريكة. وضعية صعبة مر بها دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. هذه الإعادة والتمويه وضع كان من عماد متعب. افتكاك كرة ممتاز من أنيس بوجلبان. عبد الكريم النفطي باهية إلى أنيس بوجلبان. أنيس بوجلبان ايش يعمل؟ ثم طارق الزيادي يطلب الكرة وحده، لكن يفضل تمريرها على الرواق الأيمن. عبد الكريم النفطي يراوغ، يدخل مناطق الجزاء. باهية المراوغة من جديد، أطنب في المراوغات والتسديدة في الأخير من بلاس كواسي ضعيفة. كان بإمكانه في المرة الأولى تمرير الكرة لزميله طارق الزيادي. أيمن بن عمر مع طارق الزيادي، باهية لكن تتقص من جديد، ترجع لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق شاكر البرقاوي إلى أيمن بن عمر. التوزيع وترجع من إسلام الشاطر لصالح الأهلي المصري. أحمد صدقي سريع جدا هذا اللاعب، والتدخل موفق، ما خرجتش الكرة في التماس. ممتاز فتح الغربي على مرتي، استماتة كبيرة من فتح الغربي. معاوية القادري مع طارق الزيادي. معاوية القادري في الوسط، باهية لعبد الكريم النفطي. طارق الزيادي ايش باش يعمل؟ طارق الزيادي ويسقط، والحكم يقول ما ثماش مخالف. والنادي الرياضي الصفاقسي يستعد للقيام بتعويض ثاني. نشاهد في اللاعب حمزة يونس، لكن اللاعب يتواصل في الأثناء. وائل رياض
وخطيرة، واحمد الجواشي ممتاز ممتاز. احمد الجواشي امام هذه التصويبة، هذه الاعادة، توزيعة وائل رياض، ودخول ممتاز كان من اللاعب يبدو لي احمد السيد صاحب التسديدة الأخيرة، وتعويض باش يخرج طارق الزيادي، اللاعب اللي دخل منذ قليل، عوض اللاعب شعيب. يخرج طارق الزيادي وحمزة يونس، حمزة يونس رقم 21 ياخذ مكانه. تمشي الكرة عن طريق طارق السعيد، احمد صدقي ما يخليش كرة تخرج في التماس، لكن الوافد الجديد والعرضيه جوه المنطقه والرأسيه من حركات توصل لشوقي، يحطها مره ثانيه، والفرصه الاولى للنادي الاهلي. ادي مانويل جوزيه، انا ببص من شاشه الاستاد وجهازه المعاون. احمد شديد قناوي من الجنب اليمين، اسلام الشاطر. ادي تاني تسديده طويله، ضربه مرمى للاهلي. احمد صديق لحق يلعبها لاحمد شديد، حلوه قوي لاحمد صديق. عايزه واحد تاني جوه المنطقه، عايزه مهاجم تاني جوه المنطقه. اتعملت حلوه قوي الجمله اللي فاتت عند احمد صديق، يلعبها وبيقع، خدها شديد حلو قوي، وفات تاني وعمل العرضيه لكن راسيه. بيحاول حسن مصطفى، يا ولد يا حسن، فرصه يا سامح حسني، فرصه يا سامح حسني، بس حظه وحش. زي ما بقول لكم معاه 2 دوري الابطال هذا الفريق، 81 و90. والعرضيه حلوه، هي دي الارتفاع الصغير القريب السهل. سماكه، فات سماكه، كمل سماكه، فاول يا سماكه. يلا مين اللي هيشوط؟ شايف اسامه حسني اللي جاي، هي على الجنب شويه. احمد صديق، يا ولد 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 يا ولد، ولا احلى ولا اجمل ولا اروع من كده. جميله في المقص الشمال من احمد صديق، اول اهدافه مع النادي الاهلي. يتقدم النادي الاهلي بهدف، ولا اجمل من كده ولا احلى من كده ولا اروع من كده. حطها في المقص الشمال على شمال جواوي. يتقدم النادي الاهلي بهدف هو الاغلى في الدقيقه 35. يا جون جميل، جون جميل، جون جميل فعلا. حلوه والله، وكانه حاططها بايده في المقص الشمال. بعدين اتعادل كوتوكو ووصل للثلاث نقاط. ياخد تاني قناوي، عامل برضو مجهود كويس. احمد صديق افضل لاعب النادي الاهلي حتى الان، منه لقناوي. يلعب عرضيه صديق، وماله والجون الثاني للنادي الاهلي. وماله، بقول له وماله ما تشوط، وماله ما تحط وترتد. واسامه حسني المتابع القناص الهداف يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. ايوه يا احمد يا صديق، بقول لكم والله نجم الشوط الاول بدون منازع، وهو بيشوط بقول له وماله يلا يا راجل شوط. شاط القائم اليمين، ترتد للمتابع اسامه حسني، ما يتاخرش ما يستناش، يحطها على طول على شمال جواوي. يتقدم النادي الاهلي 2-0، بيقهر الظروف
يقهر الاصابات، يقهر كل شيء، ويتقدم 2-0 مع نهايه الشوط الاول. برافو 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 برافو. مين الاول؟ صديق. ليه؟ عنده الجرأه، عنده الشجاعه، عنده القوه، فات وكمل وشاط، جت في القائم الشمال ارتدت. ده التغيير الوحيد. النادي الاهلي بلا تغيير، واطلق الحكم كوفي كوجا البنيني اللي عمل الشوط الاول كويس، ولكن تغاضى عن كذا انذار. ادي احمد صديق وعرضيه لكن سهله في ايد جواوي لظفور ابراهيم في الجنب اليمين. ما شفناش الشكل ده ابدا الشوط الاول. تاني عرضيه منتهى الخطوره وخروج خاطئ من عصام. اسلام الشاطر واداها ضربه ركنيه. تحضير كتير فالهجمه بتبقى بطيئه. طولت توصل لكمال مريك، هيلعب العرضيه. العرضيه الخطر الخطر الخطر، لسه الخطوره. والله برافو 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 يا صديق، مأدي الواجب الدفاع الراجل والجمهور كله بيحييه. حرك كتير حسن مصطفى، لكن لسه الانتاج الهجومي في الشوط الثاني لم يختبر عصام الحضري على الاطلاق. ادي دابو خد مشوار، لعب العرضيه الخطيره جدا، لسه فيها خطوره وتسديده وضربه مرمى. اخطر لعبه لفريق الشبيبه اهو. استلم ولف وشاط مع ضغط من صديق ما خلاهوش ياخد راحته. ادي وائل في الاول، صديق اهو حط رجله هنا، دي اللي فرقت. ياخد عمر دابو وعايز يبدا هجمه، وادي الموقف بقى 3 مهاجمين. عمر دابو برافو يا وائل. تاني حمزه افضل لاعبي الشبيبه اهو. بقول لكم افضل لاعبي الشبيبه بخبره وذكاء يحطها في المقص اليمين. عملوها مره الشوط الاول انقاذها الحضري كانت سهله. يعني صح على اللعبه تبقى الركنيه. ادي التسديده مره تانيه الحلوه والحضري صاحي. اداله الاشاره كوفي كوجا. حمزه ركنيه حلوه وبرافو. دفاع النادي الاهلي، هي ركنيه صح. شوفها تاني اهو. محمد صديق هو اللي مطلعها، مع احترامي الشديد جدا لشبيبه القبائل، مش في مستوى شبيبه القبائل لكن في ظروف النادي الاهلي. تاني شديد قناوي خدمته قوي. العرضيه اعلى شويه راحت له تاني، المره دي في المدرجات. تصوري انه المباراه بتسير في اتجاه النادي الاهلي، في اتجاه 3 نقاط مهمه للنادي الاهلي. شوقي بيبص على اسامه، استنى شويه، يلعب مره تانيه لصديق، مكمل مشوار، فايت وعرضيه حلوه. حد يقابل، ما تستناش ما تستناش بيمينك يا حسن، بيمينك احسن. حماني حمزه الاحسن والتسديده وبرافو يا حضر. قافل زاويته، تعرض لاختبارين سهلين في الشوط الثاني. ادي العرضيه من اكوتي، عايزه واحده والثانيه ما تستناش. ماشي، ده كلام جميل. ضربه مرمى تتلعب، يمسكها على طول عصام الحضري. هو طماع على الجون، ودي ميزه للمهاجم على فكره. تتقطع منه. حمزه تمريره ممتازه وممتازه اكتر من عصام الحضري. دي بقى انقذ هدف، لانه طلع 3-4 خطوات. وصل فين حضراتكم؟ قدام منطقه، قدام نقطه جزائه. عمل مباراه كويسه اسامه والله. والرياض اكتشفناه كمان مطرب في مهرجان اعتزال النجم الخلوق. هذه خشبه، ضربه حره مباشره. والله حطها حلو وائل، لكن بجوار القائم تبقى ضربه مرمى لصالح شبيبه القبائل. حطها كويس والله جنب القائم على طول. وفعلا كوفي كوجا، واحنا بنلملم اوراقنا بنقول للنادي الاهلي الف مبروك للنادي الاهلي الحصول على 3 نقاط غاليه.
يلعب على طول محمد صديق، فرصه لكن تسلل. في رايه الحكم كوبرام الاريتري ومعاه انجو سوم وجيرمي، والرابع هو صبحي راشد المصري. ده طاقم التحكيم. لمسه جميله على اداء النادي الاهلي. فلافيو عرضيه، فرصه اسامه حسني، ممكن والله كان اسامه حسني لكن بيتابع معاه مره ثانيه ابو تريكه لفلافيو، عمل عرضيه رائعه. قول له انا جاي اكسب. طويله، يلا يا اسامه، خلص يا اسامه، يلا بينالتي يا كوبرام، شاور يا كوبرام. ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي، متاخر متردد لكن معاها لازم انذار او كارت للحارس. ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي. تردد الحكم، عارفين تردد ليه؟ بص على شكله وجاوب لي على السؤال. جاوب، فكر ثواني تكسب ضربات جزاء. ادي الكره الطويله، تسلل مش موجود، استلم اسامه، عدى خد رجله الراجل، لم يتردد الحكم الا 4 أو 5 ثواني. دول في عالم كره القدم كتير، بل كتير جدا. محمد ابو تريكه ويحطها، يا ولد. الهدف الاول للنادي الاهلي، الهدف الاول للنادي الاهلي. محمد ابو تريكه حلوه قوي على شمال كوبرام في الدقيقه 9 عشان يتقدم الاهلي 1-0 بهدف من ضربه جزاء صحيحه لمحمد ابو تريكه. وتشتعل المدرجات وتحمر. قلت لكم من البدايه لازم تدي انذار للمنافس، انا نازل اكسب، انا نازل اضغط، انا نازل افوز. وده اللي عمل ابو تريكه اهو، حطها حلوه قوي على شمال كوبرام. يتقدم النادي الاهلي بالهدف الاول ولن يكون الاوحد باذن الله. 1 الاهلي لا شيء كوتوكو. ابو تريكه العائد من الاصابه، ابو تريكه فات، عدى، رفع، جول 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 جول. شوقي دور على ابو تريكه تلاقي الاجوان. ابو تريكه 10/10 وشوقي 10/10، يبقى المجموع 20/20 والملخص هدفين للنادي الاهلي. البقيه تاتي، لسه في كتير جدا في فصول هذا المسلسل، مسلسل الاهلي وكوتوكو. محمد شوقي اعزائي المشاهدين في الدقيقه 12 يتقدم بالهدف الثاني للنادي الاهلي. ضربه راس ولا اروع ولا اجمل ولا احلى من كده. نوبه صحيان من كوتوكو، خطيره 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 وبجوار القائد، خطيره. فلافيو، يلا ابو تريكه، خلص يا ابو تريكه، منه لاسامه. والله البقيه تاتي، بقول لكم البقيه تاتي. الهدف الثالث وما زال المسلسل مستمر بنجاح صح. يا فلافيو، ابو تريكه لاسامه ببطن رجله في المقص اليمين، هات يا سيدي سنتر يا كتوكو. 3 اهلاويه حلوين في مرمى كتوكو الغلبانين. 3 الاهلي لا شيء كوتوكو. اسامه حسني يضيف الهدف الثالث في الدقيقه 17. رقم قياسي انا بقول لكم والله. تاني تسديده حلوه يا ولد، حلوه يا شوقي، جميله يا شوقي، وهدف مرة. النهارده اهو 3 وممكن يزيد. اسامه، خلص يا اسامه، يلا اسامه، يلا في 4. انت قلت لي لا ما بقراش فنجان. فلافيو ممكن يجيب، ممكن يسجل. هادي فلافيو جاب الجول الرابع. بقول لكم والله الاهلي قادر على تسجيل رقم قياسي اليوم. ليه؟ اللي واقف له على الخط بيقول له برافو 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 يا ولد يا اسامه على الكعب جميله. وفلافيو خد الثقه بقى هداف. 3 اهداف في لقاءين وهدف واحد في سنه كامله. هي الكره كده يوم ما تدي. 4 اهلاويه حلوين في مرمى كتوكو الغلبانين. 4-0 واحنا في الدقيقه كام؟ الدقيقه 20 اعزائي المشاهدين. فلافيو لكن كلها اجوان اجمل من بعضها، فيها تعاون، فيها كره جميله. انا سعيد ان انا بعلق على المباراه دي، لكن على طول يلحقوا تاني محمد شوقي وياخد فاول. شوقي هي دي الروح اللي بنقول عليها. متشكرين يا سيدي. يلا يا سعيد، يلا يا ولد، يلا يا ولد، حط يا شوقي، حط يا تريكه. تبقى ضربه مرمى تاني. ابو تريكه في الجنب اليمين عايز يفوز وفاهم، بس غير محظوظ مع المنتخب هو او سيد معوض. الحقيقه سيد معوض في الاسماعيلي لكن لعيب كويس. تاني ابو تريكه هيلعبوا عليه جامد. شوقي
برضو كل ده الحكم يبدو انه سايب الانذارات في اريتريا، ما جابهاش. كل دي انذارات في عالم كرة القدم الحديث والقديم والذي لم عزيز انساه. ضغط اسامة السعيد، شادي. بص حضراتكم الضرب بعد الكرة عمل ازاي؟ الحكم بيوصل متأخر قد ايه؟ ادي المساعد قال له يا احمدك يا رب طلع الانذار. اول انذار في اللقاء في الدقيقة 35، مش محتاجة الحقيقة تتأخر ده كله. لرقم 7 ورا ظهرك، رجليك بره الخط، ما تنطش رجلك وانت بتلعبها. كل الحاجات دي شروط. ادي متعب حسن مصطفى، عرضيه حلوه يطلع على طول وائل جمعه، وده الصح. ركنيه، الركنيه الاولى في اللقاء مش في الشوط الثاني، في الواحده الثانيه العرضيه بين الراسيه اهي يا راجل. يا راجل وكاني قاري من كتاب مفتوح. يا طارق هات جول مع عرضيه حلوه. ابو تريكه اجمل. تاني، تالت، شوط، الرابع، الخامس يا فلافيو. خلص يا حاج فلافيو، يلا يا راجل. ابو تريكه جميل. بص حضراتكم الهدوء، بص الثقه، بص التسديده، يلا يا فلافيو. ليه كتوب؟ بص حضراتكم حلو الهارموني ما بين ابو تريكه وفلافيو. جت من القائم لازم تخلص. فاكرين كرة بركات قبل كده؟ جات له ما ترددش جاب جول. ل8 ادموند انساه، مفيش تسلل وفي فرصة وفي خطورة واخيرا فرصة كبيرة جدا. اميد توريه، مش عارفين هيغيروا مين. ادي الكرة اللي في القائم، حسن مصطفى بدلا من فلافيو. خلاص العلاقة بقت كويسة بينه وبين الجمهور. في مباراتين جايب 3 اهداف، الجماهير بتحييه. الحضري يلعب طويلة، عصام محاولة هجومية طويلة، اتطرف، فات، شاط، عرضية. الحضري طويلة، عماد 1 على 1، حاجتك بتاعت زمان يا عماد. فات عماد، كمل، روح، شوط. يا راجل عملت الصعب يا عماد. لا مش ركبتك، فوت وكمل، فوت كمان وكمل. خد فاول، ضربة حرة مباشرة. حكم هادي في عماد شاطها وعلى طول يصد الحسن، مش بطال. خلاص هيعمل مثلث مرة تانية. مانويل جوزيه هيرجع حسن مصطفى في القلب اهو. راح قال له انت في القلب هنا بقى جنب عاشور، وسيبنا انا اتحرك مع اخواتي عماد وابو تريكه، ويمكن ربنا يسهل لي. كان مسجل 210 بقى 214. خطر، فرصه، هجمه، كوتوكو، برافو يا حضري، برافو يا حضري. يظهر في الدقيقه 83 عصام الحضري وكالعاده ينقذ انفراد، سهو من دفاع النادي الاهلي. ادي الانفراد التام، وضع عصام الحضري التوقيت الممتاز. محمد صديق والركنيه والعرضيه ولفت من بره، تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. كل ده غلط، هي ضربه ما اعرفش نديها كورنر ليه تاني. لا ده مش اوت على وقتها الاصلي. تسديده بجوار القائم، ضربه مرمى للنادي الاهلي. مباراه النهايه ويفوز النادي الاهلي 4-0 على حساب كوتوكو. مباراة برستيج، مباراة قمة تبقى بين شبيبة القبائل بطل الجزائر والأهلي بطل مصر في ظروف مناخية صعبة. الأمطار تقلق وأرضية الميدان واضحة جدا تذكرني بمباراة الأهلي والنهد نصر حسين داي في دوري أبطال العرب من 3 مواسم تقريب، لما فاز الأهلي في الوقت القاتل. هنا التقريب كانت نفس الظروف المناخية. على مستوى الحضور الجماهيري طبعا شبيبة القبائل فريق مشهور ومعروف بتواجده وتمركزه في مدينة تيزي وزو. ظروف وقانون الكاف يحتم على فريق الشبيبة اللعب في 5 جويليا في العاصمة الجزائر، على خلفية أنه الملعب أرضيته تارتان. مش ممكن ومستحيل وغير قانوني بالمرة أنه يلعب على أرضية التارتان. مرة الثانية واسيو دابو ثنائي خط الأمام والخطير ياسف حمزة في النادي الجزائري، بينما كرة خطيرة وفرصة للنادي الأهلي في دقيقة اللعب. محاولة خطيرة، الدفاع يتدخل
والحكم يقول ركنية. الركنية واللاعب بوتريكا يتوجه للحكم ويطلب بينالتي. في المقابل كزاز يقول ما فيها شيء بعد تدخل دفاعات الشبيبة. العب على الكرة، شوفوا اللقطة مشيت وهذه اللحظة تتواصل، فيها ضربة جزاء أم لا؟ قبيلية للشبيبة. جي اس كا فريق الكناري الأخضر والأصفر، الهجوم والانطلاق وما فيش اوفسايد، وهذه كرة من فلافيو، إمكانية لضرب الفريق الجزائري بيقول الأهداف. والواحد صفر من بوتريكا، 1-0 للنادي الأهلي. كرة يكسر فيها التسلل الأنغولي المتألق فلافيو، ما فيش اوفسايد، هرب اللاعب الأنغولي، وزع للنجم المصري والربان والعميد محمد بوتريكا يسجل الأهداف. شوف الكرة، فلافيو فورمة كبيرة، رجع للتوب فلافيو، كثيرا ما هوجم، كثيرا ما التقطته وسائل الأعلام في قفص الاتهام، لكن ها هو النجم القادم من لواندا يصنع ربيع الأهلي في بداية الخريف. 1-0 وفرحة جمهور الأهلي والجالية المصرية هنا في مركب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. خرجت بالمليمتر من النجم محمد شوقي، يلعبها هناك في أرض الشمس البازغة أو الشمس التي تسطع بلاد اليابان، الشمس التي لا تغيب كما يطلق عليها. يتمنى كل من الأهلي والنادي الصفاقسي الوصول للمونديال. وتسديدة وبعيدة كانت ممتازة من الفريق الجزائري، تقريب أول محاولة انتظرناها 21 دقيقة من فريق الكناري. كونية فريق الشبيبة يضرب كرة اللاعب واسيو أخطر اللاعبين، والكرة تخرج عند الحارس عيسى. أيضا لويسمات اتحاد الجزائر العاصمة، فريق الأحمر والأسود اللي لعب أكثر من نصف النهائي بالبطولة، كان يفشل في الاختتام الأدوار وآخر المراحل. والشبيبة هذا أول حضور لها في الشامبيونز. وكرة خطيرة وفرصة وتسديدة والركنية، ضربة زاوية من ياسف حمزة، أخطر لاعبي وأبرز النجوم بفريق الشبيبة. يحاول ياسف حمزة، هل هي ركنية أم لا؟ الحكم المساعد يؤشر لضربة مرمى أو 6 أمتار لعصام الحضري. قول اليوم الأمور بعيدة كل البعد على خلفية إقصاء الشبيبة وخروجها من المسابقة. ما فيش أكثر من 1000 متفرج في الملعب، وكرة خطيرة وفرصة للهدف الثاني، والدفاع يتصدى أمام النادي الأهلي. كرة الثانية للأهلي للانتهاء من موضوع مباراة الشبيبة. فريق الأسيك ميموزا يملك قاعدة كبيرة من اللاعبين، يملك جيل مميز قبل التفريط فيهم للأندية الأوروبية، لكن يتمنى أن يكون مثل بطولة الأهلي على مستوى إفريقيا، على مستوى الكونتيننت. تمشي كرة طويلة، شادي محمد ويضغط الخطير دابو، فرصة لدابو، فرصة والحضري، فرصة كبيرة ضاعت من شبيبة القبائل، والامتياز مرة أخرى يبقى لهذا العملاق عصام الحضري. لا أقول 50% من النادي الأهلي كمطلق كعام، لكن كخصوصيات في بعض المباريات نعم شكل هذه النسبة، وصل لهذه النسبة. إنجازه في أفريقيا في الكان واضح جدا. اسمين كبيرين. النادي الأهلي يلعب للأمان، لحظة للاطمئنان في كرة من طارق السعيد وتمشي خطيرة، الوناس قووي، التسديدة قادمة والهدف الثاني، لا تضيع الكرة، فرصة كبيرة للاطمئنان. هذه هي كتيبة الفريق الأحمر. النادي الأهلي يتحصل على هدف ضايع. حسن مصطفى يلعبها الأنيق بوتريكا، بالفعل بوتريكا في كل مكان ما شاء الله. والكرة الأخيرة تبقى عند الحارس قووي. هذه ممكن حركت المباراة، هذه حررت المباراة من روتينيتها في الشوط الأول. تسديدة ولا أحلى من بوتريكا، وتصدي ولا أروع من والناس قاوي. نؤنسكم أصدقائي المشاهدين عبر سبورتو لراديو تلفزيون العرب مع أحلى كرة بالمباراة، والله كرة أحلى حتى من الهدف. النادي الأهلي عن طريق فلافيو ممكن يبدل كرة على اليسار، برافو فلافيو، والكرة توصل الفريق المصري بوتريكا، والحكم ماذا يقول؟ يوقف الهجمة، يوقف الكرة الأخيرة في اعتبار خطأ على النادي الأهلي. كانت كرة مناسبة جدا وفرصة سانحة ل2-0 النهائي في هذا اللقاء. في الانتظار ها هي صافرة الكزاز النهائية في نصف المشوار. الأهلي يتقدم بهدف بوتريكا، ونحن نتقدم معكم عبر قنوات ERT حسن مصطفى، محمد بوتريكا، محمد شوقي، محمد صديق، فلافيو، وحسام عاشور. بالنسبة لفريق الجيسكا اللي هو الناس قواوي، نسيم حملاوي، عمر داوود، ثم اللاعب دويشر، نبيل حيماني، سمير لاعب جودار، سمير جودار، محمد أنور بوجقجي،
ثم ياسف حمزة 7 والثنائي الافريقي واسيو 27 ودابو 29. يبدو وسط الميدان الشبيبة ياخذ الوسط نسبيا، الشبيبة يتقدم والاهلي يتراجع للدفاع عن هذه النتيجة الغالية. تقدم خطير جدا وتسديدة تأتي والحضر يحضر مرة أخرى. لولاك يا عصام، لولاك يا حضري. الحضري مرة أخرى لما يعجز الدفاع ويمر المهاجمين من دفاعات الأهلوية، ها هو أول وآخر المدافعين يذود عن البيت الأهلاوي. شوف الكرة كانت ممتازة، الخطير دابو يعمل كرة مراوغة وتسديدة، وعصام الشبيب العام القادم بحماس أكثر وبتوفيق أكبر في دوري الأبطال. ينطلق الهجوم عن طريق اللاعب الخطير حمزة ياسف، وكرة تمشي للحارس والحكم يقول كرة وضربة جزاء، يقول ضربة جزاء لحمزة ياسف. منعرج جديد في المباراة يوجه بطاقة صفراء، يحكي بوضوح مع وائل جمعة، يقول لهم سكت حمزة من القميص، يقول أنا متأكد. ونشوفوا اللقطة الأخيرة، شوف الانطلاق، كرة طبعا تشكل منعرج المباراة، ينطلق معاه شادي محمد، وهذه لقطة تثير كثير من الحبر، كثير من النقاشات. الأمور واضحة للجمهور، دعني من هذه المشاكل، دعني من هذا الحديث والأحاديث الجانبية. الأمور ستكون في واضحة جدا. نحكي عن اللقطة، الأمور تبقى من خصوصيات وخاصيات الكزاز. في الدقيقة 17 من الشوط الثاني بطاقة صفراء على شادي محمد وضربة جزاء لشبيبة القبائل، هي الثانية في مشواره الافريقي. عصام الحضري بركلات الجزاء، مر الاهلي ضد الفريق المغربي الجيش في كأس السوبر، وخاصة مصر ضد افيال الكوت ديفوار. كيف سيكون الحوار مع واسيو ام دابو؟ سنرى الدقيقة 17 في الشوط الثاني. الشوط الثاني اكثر اثارة، في 3 دقائق تحسمت المباراة. زوز تسلل في راي غير موجودين ضد الاهلي، ثم ضربة جزاء فيها وعليها، والحكم الكزاز يقول العب، والان الفريق الجزائري سيلعب. تمشي الكرة ويضيع لك الهدف في المرمى. 1-1 مسكها عصام الحضري ودخلت. الاثارة تتواصل حتى مع ركلة الحظ، تتواصل حتى في ضربات الجزاء. اذا جديد مباراة 5 جويليا في مدارج خالية، في جماهير شاغرة وفارغة بدون حضور جماهيري. الاهلي 1 شبيبة القبائل 1. اذا 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، والاهلي مازال يبقى اول لانه صفاقسي متعثر. شوف الكرة غريبة، مسكها عصام الحضري لكن دخلت المرمى. كان ممكن تفاديها من الحضري وينجح فيها الفريق الجزائري. فريق الشبيبة يتعادل الان. كرة في التماس والتغيير. قبل هذا التغيير الاول يخرج لاعب رقم 19 سمير جودار، ويدخل 21 لاعب كمال ماريك. اذا يدخل كمال ماريك في التشكيل الجزائري بديل لسمير جودار. كرة تبقى في وسط الميدان مرة أخرى عن طريق اللاعب دابو يحاول في وسط الميدان هجوم معاكس. كرة خطيرة لفريق الجزائر الشبيبة، ترجع من بوتريكا في وسط الميدان، خطيرة جدا، ما فيش اوفسايد، صعبة جدا. وكرة الهدف الثاني تضيع، خطأ في التنظيم لخطة التسلل من دفاع النادي الأهلي، وكاد فريق الشبيبة يسجل المرة الثانية. بالفعل كرة مباغتة، النادي الأهلي يتغير في أدائه في الشوط الثاني، قلة تركيز وكثير من الهفوات. وهذه اللقطة الأخيرة كرة صعبة جدا أمام عصام الحضري، مرت بسلام في آخر كرة من دابو كاد يسجل الثاني لولا عصام الحضري. تمشي كرة في وسط للفريق الأهلاوي، كان منتظر في ضمان مباراته تقريبا 2-0. اليوم أيضا نشوف شكل آخر ونفس الأسلوب. الأهلي في شوط أول كعبه أعلى، في الشوط الثاني ينخفض أداء العملاق القاهري. الآن ادخل محمد عبد الله للدفاع، ويدخل وائل رياض للهجوم. وهذا شيتوس نجم الكرة المصرية، أحببناه والله من 2001 في الأرجنتين، تاريخ العهد المنتخب البرونزي لشباب مصر. ينطلق الفريق الجزائري، كرة خطيرة من الجناح نبيل حماني، صعب على الشباب على الأهلي، وتسديدة. ولولاك يا حضري، يا عملاق يا حضري، يا أسطورة يا حضري، يا بطل يا حضري. عصام الحضري يحفظ الصدارة الإفريقية للنادي الأهلي. نعم هو 50% من الفريق،
هو 50% من المنتخب، والثاني للشبيبة، الثاني للشبيبة مباغت جدا. سيناريو قاتل في هذا التوقيت، كرة تباغت الجميع، تباغت الكاميرا. الحضري يرد مرة أولى لكن لا يصد في الثانية، وشبيبة القبائل من القناص دابو يقتنص ثاني الأهداف. سبحانه مغير الأحوال، تحولت الأمور 180 درجة في الشوط الثاني. شبيبة القبائل 2، الأهلي المصري 1. والجديد الآن 10 نقاط أهلي، 10 نقاط صفاقسي. كيف هو العمل؟ العمل باللقاءات المباشرة، بالوجهات المباشرة. 1-0 للصفاقسي في تونس، 2-1 للأهلي في القاهرة. هدف طارق الزيادي كان هام لحد الآن. إذا الصفاقسي يرجع الأول، الأهلي يتراجع الثاني. في آخر لحظات المباراة، في آخر دقائق الماتش، كورة للنادي الأهلي. الشبيبة قلب الطاولة في الشوط الثاني، والأهلي للتعادل، والرياض والثاني قريب. النادي الأهلي كاد يعوض، كاد يتعادل من بوتريكا. من غيرك يا بوتريكا يضرب الكورة محمد. شوف الكورة بدات والرياض يكملها، اوفر ممتاز، تسديدة امتياز. وجود الاهلي او النادي الرياضي الصفاقسي، كورة للاهلي للتعادل، امكانية ل2-2، دقيقة 89 والمرتدة جزائرية. بينما تقريب تنتهي المباراة في اخر دقائقها، الصفاقسي يوشك على الانتصار، والشبيبة يوشك على كورة خطيرة من اجل الثالث. توزيعة وصعبة والقايم ينوب، والقايم يذود، والقايم يعوض عصام الحضري في اللقطة الأخيرة. فرصة كبيرة للشبيبة، شبيبة شكل ثاني، الشبيبة لم نعرفها اليوم. حمزة ياسف يضرب كورة على القايم، لم أرى الشبيبة بهذا الأداء في هذه البطولة. شوط ثاني خرافي، شوط ثاني مستحيل، حول فيه الشبيبة الواقع المر لواقع جميل. نعم الكبير كبير، والشبيبة سيخرج من الباب الكبير. شوف الكورة من حمزة ياسف في المباراة باستاد 5 جويلية بالجزائر. الانطلاق للهجوم والتقدم بكرة من وائل رياض، والرياض يوزع كرة للنادي الأهلي خطيرة جدا. الإثارة تتواصل مع آخر ردهات، كرة بآخر اللحظات ممتازة جدا من اللاعب وائل رياض، وزافور للأوت. أسامة حسني لماذا لم يلعب مع بداية الشوط الثاني؟ كان سيناريو مميز للأهلي أنه يلعب على المرتدات في شكل 1-0. على كل الكرة تخرج للركنية، كرة تخرج للركنية. وائل رياض يلعب كورة على القائم الأول، والدفاع يتصدى للكورنر. خسرت المباراة، رجعت وجازفت. كان ممكن في قدم بوتريكا ويسجل ويتعادل. كانت سهلة أيضا للقهواوي، مثل هي السهولة للحارس المصري عصام الحضري. 6 دقائق في الوقت البديل، بوتريكا يسجل 2-2، ثنائية لبوتريكا. 11 نقطة أهلي، 12 نقطة السادس هيقسي أو CSS. إثارة ما بعد إثارة، هي اللحظات الأخيرة. هل يصمد ويصبر الشبيبة أم أن الأهلي سيسجل سيناريو غير مسبوق في تاريخ الكرة الافريقية؟ دابو 2 بوتريكا 2. المنافس فريق الصفاقسي اليوم بزيه الابيض والاسود، وبيمثل النادي الاهلي لحراسه المرمى عصام الحضري. خط دفاع النادي الاهلي مكون من شادي محمد ومحمد صديق، ودي كره عاليه من ابو تريكه، وفي دفعه من فلافيو بالملعب رمي التماس. يبدا النادي الاهلي عن طريق الشاطر في مكان فاضي عند اسامه حسني، مفيش تسلل، واسامه لكن خرجها على طارق السعيد. يلعب كوره خطيره والجواشي يطلعها، والتسديده من ابو تريكه، لكن تيجي مره ثانيه في وسام العبدي وتبقى طويله مره ثانيه. قصيره المره دي لطارق السعيد، يقدر يلعبها برجله الشمال، فيها لولبه خطيره جدا، لكن تعدي الكوره لوائل جمعه. لسه الضغط من النادي الاهلي، ووائل يلعب كوره ثانيه والراسيه لكن فوق العارضه من فلافيو. اول كوره خطيره للنادي الاهلي ده محمد صديق. استلام ممتاز من الشاطر، يتخلص بيه من النفطي، يحطها على وسط الملعب لحسن مصطفى. فلافيو يا سلام على اسامه، واسامه كان ممكن يزود فلافيو، اتاخر شويه اسامه وفضل ابو تريكه بمهاره عاليه جدا، يعدي يطلعها
طارق السعيد. نفس اللعبه ومفيش اي رقابه من لاعبي الصفاقسي. تتلعب الكوره خطيره، تعدي المره دي، والتسديده من حسام حسني. التسديده من حسني لكن خارج الملعب. في الكرات الركنيات والكرات الثابته ان هم يتواجدوا داخل الست للدفاع عن الحارس القصير نسبيا احمد الجواشي. شوف حضراتكم التمركز بتاعهم كله، حاطين 7 8 لعيبه تقريبا. في ايضا برقم تكريم رائع من الجماهير للاعبها الفقيد. كرة تانية عن طريق انيس بوجلبان للنفطي، والنفطي يخترق خطير جدا خطير جدا، لكن وائل جمعة في اخر لحظة يحط رجله داخل الجاوي. وشاكر بيفكر يشوط، يفضل نفسه مساحة وتسديدة قوية لكن بره بعيد عن المرمى. اليمين عند اسلام الشاطر، واسلام حلوة جدا لأسامة حسني، واسامة استلام، واسامة يحطها. لاعب امير حاج مسعود. شوف حضراتكم اسامه بظهره استلام رائع الحقيقه، وراحت له على رجله الشمال لكن ضعيفه الكوره، عشان كده قدر يخرجها الحارس احمد الجواشي. لكن اقرب الفرص للنادي الاهلي لانها كانت كوره الحقيقه في منتهى السرعه، نفذت بسرعه لاعب الجواري، والثلاثه لعبوا المنتخبات بلادهم قبل كده. تدخل قوي من انيس بوجلبان، لكن على طول الحارس كان لازم يزيد لان اللاعب كان واقف يمسك القائم البعيد. تتلعب من ابو تريكه. ويسجل منها الهدف الاول للنادي الاهلي وسط سعاده ما يزيد عن 40,000 متفرج الحقيقه في استاد القاهره، اكبر حضور جماهيري للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا حتى الان. شعور بالفعل باهميه اللقاء وبقيمه المباراه وبقيمه المنافس. والنهارده ابو تريكه كان في الموعد بهدف التقدم في النادي الاهلي قبل ما تعدي نص ساعه عشان يفتح بقى شهيتنا لهذا اللقاء. نشوف لقاء اقوى من الصفاقسي، ما عندوش ما يخسره النهارده، يسعى لتقلل التعادل عشان يحافظ على الاكبر من فريق الصفاقسي. وعلى الله بقى النادي الاهلي يستغل المساحات اللي هتبقى موجوده في الوقت اللي باقي حتى قبل نهايه الشوط الاول. تلعب الكره طويله عند صديق لكن شادي اقرب، يخبطها في الراجل وياخد رمي التماس، قرار سليم. شوف ابو تريكه راكن الكوره، لكن التصرف كان رائع من اسامه حسني. يعني لو رجعنا وشفنا الكوره دي، انا ولسه كنت بقول لحضراتكم، راح عبد الكريم النفطي لاعب نادي الصفاقسي وخد القائم ده ووقف على القائم البعيد بتاع الاهلي في دوري ابطال افريقيا في نسخه هذا العام 2006. ابو تريكه يلمسها لاسامه، ترجع له تاني، عنده فلافيو حطها له، وفلافيو لكن لعب الكرة على طول، رمي التماس خطيرة من ورا وائل جمعة، خطيرة جدا، وشادي ودربكة ملهاش لازمة، وبلاسيك واسيه، لكن الحضري يتدخل مع صديق وتقصي. لكن الكرة كانت في منتهى الخطورة لأن بلاسيك واسيه لقى نفسه هو الجول زي ما أنتم شايفين. تشكيلة منتخب نيجيريا، ولعب مباراتين فعلا باسم الفريق الأول لنيجيريا. لاعب ايضا في المنتخب اراها كويس جدا طارق السعيد، وحطها لاسامه حسني. لازم تزيد له يا طارق النص الثاني من الكوره، انك تزيد له. حطها اسامه حسني، طارق لكن ضعيف. فتحي الغربي ضعيف جدا في التغطيه الدفاعيه، تتحط خطيره لكن يطلع عميل حاج مسعود. شوقي، طارق السعيد، اسامه حسني، صعب هو فلافيو. وهدف تاني بقول لكم الحارس احمد الجواشي ده احنا ممكن نعمل عليه شغل كبير جدا. ده فلافيو بيسجل بضربه راس في الجواشي. فرصتك النهارده يا اهلي، فرصتك يا فلافيو. مخضوض من محمد ابو تريكه، لازم يستغل النادي الاهلي هذا الموقف، ولازم ابو تريكه يشوف الكره مش ممكن، كره سهله جدا الحقيقه في نص المرمى وتحت ايده، لكن الجواشي بيتعامل معاها الحقيقه برعونه كبيره جدا وخطا قاتل. حتى جوزيه بيبص لاحمد ناجي، هم دول الاثنين اللي فاهمينها اكتر اثنين طبعا. الخطا من الحارس الجواشي، وادي فلافيو الرأسية حاططها في نص المرمى، لكن هدية من الجواشي حارس مرمى الصفاقسي طول هذا العام، وفي قدرة النادي الأهلي إنه يحافظ على لقبه. هجوم سريع عن طريق أنيس بوجلبان لنادي الصفاقسي. بوجلبان كابتن الفريق، لسه أنيس وشادي، وبيحاول مرة والتانية ويلعب الكرة لكن بعيدة واستقبال، لكن كان في تكتل وتغطية رائعة الحقيقة من كلاسي كواسيه. كلاسي من اللاعبين اللي بيمتازوا بالقوة والسرعه والقوه والاحتكاك. وادي فلافيو عايز ضربه جزاء يا راجل عايز ضربه جزاء، وليه حق الحقيقه فلافيو فيه يتسبب. ادي الكوره كل ده الحكم بره تماما ما لا يقل عن 30 متر. وادي فلافيو السقوط، شوفوا الحكم فين، الحكم على منطقه طارق سعيد. يرجع تاني تحط الكره اماميه عند فلافيو،
فلافيو خلاص اهو الراجل ده اتحلت عقدته، بقى عنده الجرأة ياخد موقف 1 لواحد ويشوط، وممتازة ممتازة من فلافيو. هنشوف صفاقسي تتنفذ والحضري. برافو يا حضري، برافو يا حضري. بقول لكم الفرق يا جماعة بين حارس مرمى وحارس مرمى. هو الحضري عارف ان الحيطة قافلة الزاوية، والراجل هيحاول يلعبها له في الزاوية الثانية. يشوف تركيز الحضري وراح للكورة يخرجها، ومن اصعب الكرات الحقيقة. ادي النفطي حطها من فوق الحائط البشري الحيطة. جلبان البرجاوي، شاكر البرجاوي خد مساحة كبيرة. المرداسي خطيرة، والهدف الأول لنادي الصفاقسي. الهدف الأول طارق الزيادي اللاعب البديل اللي دخل في الشوط الثاني سجل الهدف الأول للنادي الصفاقسي. هو تردد طبعا حضري في الدخول ان هو يطلع يمسك الكرة ولا لا، وقف. شوف الكرة اتلعبت داخل منطقة الجزاء، وكان واقف كل دفاع النادي الأهلي، ما فيهاش تسلل الحقيقة. كان واقف كل دفاع النادي الأهلي، كان يدافع 3 ترجع تاني لأحمد صديق، وصديق يلعب كرة خطيرة جدا. فلافيو جميلة 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 يا فلافيو، حطها حلوة جدا جدا، لكن إلى خارج الملعب. كان هيبقى هدف تاريخي، كان هيبقى هدف تاريخي هيحفظ ذاكرتك في قلوب جمهور الأهلي مدى الحياة. يعني الكرة اتحطت جميلة جدا، وادي فلافيو الضربة المزدوجة لكن بعيدة عن المرمى. لو لبست معاه كان هيبقى هدف أسطوري لعاشور. عاشور ناحية الشمال لطارق السعيد، لكن فين الجبهة الشمال لما كان فيها أبو تريكة في الشوط الأول؟ تاني حط الكرة ممتازة لحسام عاشور من طارق السعيد. يزيد طارق، وقتها بقى تتلعب الكرة العرضية، فلافيو كالعادة، فلافيو كالعادة يحط راسه في وقت قاتل الحقيقة، يخطف الكرة من قبل مين؟ من قبل وسام العبدي رغم الفرق الطويل الحقيقة. تتلعب الكرة تاني، ويقع الكرة تاني من البجاوي كالعادة، وفعلا عبده ضيوف بيشير لك لسه هو حط الراجل، وفعلا يطلق صافرته اخيرا عبده ضيوف لينتهي اعزائي المشاهدين هذا اللقاء بفوز النادي الاهلي بهدفين لهدف واحد. الهدفين كانوا للنادي الاهلي سجلهم ابو تريكة وفلافيو، اما الهدف الوحيد لنادي الصفاقسي فجاء عن طريق اللاعب طارق الزيادي. شكرا لكم، ونعود مره اخرى لاستوديو التحليل مع زميلي الكابتن عبد الفتاح حسن. بدأ اللقاء من حوالي 3 دقايق لم يشهد إلا هجمة واحدة، ودي الثانية تصوروا ما كانتش تسلل، ما فيش لا راية ولا صفارة، منتهى الغرابة. هنشوفها أكيد مرة تانية أهي، لا مش باينة من هنا. إن شاء الله النادي الأهلي يحسم هذه الموقعة. والثانية يا نهار أبيض، لكن المرة دي في راية وصفارة وضربة حرة غير مباشرة. تسلل أسامة حسني بيدير لقاء إنها تسلل مظبوط 100%. مالو داكوستا الباك الشمال طويلة وعميقة وعالية وراية وصفارة، والتسلل واضحة جدا 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 في الأماكن الخلفية خلف المدافعين، وتلعب على طول طويلة وعالية وحلوة. يلا يا عمدة، يلا يا عمدة، يطلع على طول محمد كابوري. ربما يكون متأثر بالعرضين الماضيين للترسانة وشبيبة القبائل الجزائري، لكن إن شاء الله مع مرور الوقت عايز عدى وقع على الأرض. إسلام رجله وقفت في الأرض الحقيقة، ما اعرفش الحكم. عديه حلوه، وادي اسامه حسني عدى اسامه وتضرب. يلا بقى، يلا ايه الحكايه؟ ايه الزحلقه؟ يا نهار ابيض، يا ابو تريكة يسلمها لايمانويل كوني. طويله الفريق الايفواري فعلا لصالح الفريق الايفواري، والانذار في المباراه اعتقد انه كتب انذار لمحمد شوقي لانه اخذ الكره ولعبها شوقي. اسامه حسني ماشي
حطها جميله جدا على الشمال. يلا طارق، وادي العرضيه ولسه وهي بقى هوب. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الفرصه يا عماد يا متعب. يعني كده من اول كوره، وادي في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره في الشرايه ولا صفاره، خطره جدا جدا، خطره جدا، ولسه وادي الارضيه ومشي الحكم من ناحيه اليمين. استلام وعرضيه منتهى الخطوره لايمانويل كونيه، ترجع في الشمال مره ثانيه دفعه، ونازل عمرو سماكه. تغيير اضطراري. ده لاعب مهم جدا 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 جدا. عماد يا نهار ابيض، دخل على طول محمد كابوري. لكن هي وجهات نظر قطعا ما فيش كلام. اسلام الشاطر طويله حلوه تفويته، والثانيه فين وهي بقى هوبا. الله عليك يا ابو تريكه، صحصحنا. الله تتلعب وعدى، والثانيه فين وشنكله. حكى بيقول ما فيش حلوه، وادي العرضيه وهوبا. سهله. شوف الهجمه دي الاول، وادي العرضيه اهي، واظبط بقى، والثانيه فين وهي وهوبا. الله اكبر، هذا هو الشغال على المرمى، الله عليك يا حبيب والديك، الله عليك يا ابو تريكه يا قمر. يا سلام على احلى كلام ابو تريكه الفنان. حلوه يا ابو تريكه، روعه يا ابني، روعه. اتعملت جميله. وبصوا بقى اللي ثبتها له، اعتقد هو عمرو سماكه. حسام عاشور طويله وعميقه في اتجاه ابو تريكه، داخل ابو تريكه. النجم الكبير جدا محمد ابو تريكه ماشي. ابو تريكه، وادي العرضيه العاليه حلوه اهي، وهوبا يا ولد. فكره جميله يا عماد يا متعب. اخدها شادي، يضغط نوفي فينسنت. يا نهار ابيض على الفرصه، مش معديه. والمقطوعه اهي، وادي ابو تريكه. ادي الفرصه يا راجل. صحيح هو رافع رجله مع محمد شوقي، كان ممكن جدا يكمل الفرصه وبعدين يدي الانذار اللي هو عايزه. ادي الانذار اهو، واضحه جدا للاعب رقم 14. وادي ابو تريكه، والعرضيه العاليه الحلوه، وهي بقى هوبا الميس. يا نهار ابيض يا متعب. ماشي يا ابو تريكه، حطها لطارق سعيد ناحيه الشمال، عايز يعلق عند عماد متعب. وادي التعليق عند متعب اهي، اطلع فوق، والثانيه فين، لكن ارتقاء واداها فاول. عرضيه خطيره، صفاره من الحكم، وهيدي انذار لوائل جمعه. يا محبكها قوي يا باري. وادي العرضيه الخطيره من القلب يا حضري. فين يا حضري؟ مستني ايه؟ لورا ابو تريكه، يا لعيب. طارق سعيد، يلا يا طارق، وادي العرضيه وهوبا، والهدف الثاني. الله درع زي ما انت عايز يا جوزيه. خلي بالك يا سلام يا طارق، لكن متعب الاجمل. هوبا، وهي اشرب يا كابوري. روعه يا ليله بيضه. الشوط الثاني نخش كده ونعمل احلى كلام واحلى نتيجه ان شاء الله. دي بطوله كبيره والاهلي حامل اللقب، وادي داخله في منتهى القوه، ورايح الحكم الحسن باري، ورايح بينادي على لاعب اسك اهو، هيديله انذار واضح. ادي كره ابو تريكه بكعبه، وادي طارق سعيد اللفه الجميله، وادي الراس الاحلى ما قدرش يمسكها كابوري الحقيقه، عدت من ايديه ودخلت داخل المرمى. ابو تريكه ماشي، تصعيده حلوه جدا ما فيهاش حاجه، وهي وهوبا، وايه رايه داخل جوه كوامي كونان. منتهى الخطوره، يا نهار ابيض، منتهى الخطوره. 2 الاهلي لا شيء اسك ابيجان. طويلة وتسديدة سهلة جدا، يسقطها على وسط الملعب. لمسة حلوة جدا لأبو تريكة، ماشي أبو تريكة وهوبا بره، لكن حلوة قوي من متعب الحقيقة لأبو تريكة. أبو تريكة بشماله، أبو تريكة على وسط الملعب. ياه، 2 داخلين جامد في بعض. حسام عاشور 2، علي ديارة في الملعب. علي ديارة 7. شفت الأول، منتهى الخطورة يا حضري، منتهى الخطوره. دخل جامد جدا في فينسنت. اسلام الشاطر، يلا يا اسلام، وادي عرضيه حلوه، يلا متعب، يلا. يا نهار ابيض، ده انت جبت الصعبه يا ابني. هجمه خطيره، كونان عايز يعديها، عدت منتهى الخطوره. خلي بالك، برافو يا اسلام. بقول لحضراتكم بداوا يبقوا شكلهم منظم اكتر جدا.
عمل مجهود كبير جدا الحقيقه اسلام الشاطر بيمينه ابو تريكه، والعرضيه العاليه الحلوه من قلبه، هي دي بقى، وهي بقى هوبا، يا نهار ابيض يا راجل. عمرو سماكه ونازل احمد حسن، ده طبعا تغيير تقدر تقول عليه تاميني. هنشوف ابو تريكه عايز يلعب عرضيه، وادي العرضيه لكن تعب خلاص، عمل مشوار طويل محدش معاه. تكن هناك مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي او حتى النادي الصفاقسي، لكن ملحوظتي وانا باخد الاسباب من تحت كم الخوف وكم القلق اللي على وجوه لاعبي الفريق التونسي، وبالاخص على مدربهم الخلوق القدير الكابتن مراد محجوبي. الان خايف، شاف الجمهور كان عنده نوع من انواع القلق امام مانويل جوزيه، فكالعاده يتمتع بثقه، يتمتع بهدوء، يتمنى الفوز ونحن معه باذن الله. النادي الاهلي يلعب في مباراة الحلم الافريقي، الاهلي بزي المعتاد، الفانيلا الحمراء والشورت الابيض والشراب الاحمر، ولكنه حاسم في نفس الوقت من الحكام المصنفين على مستوى القارة الافريقية. المنتخب التونسي عام 90 وعام 93، وكان لاعبا سابقا في نادي الترجي التونسي، وايضا ضرب الاربع انديه غينيا الاستوائيه 4-0-0-0 في المجموعه. ضمته مع هذا الفريق الصفاقسي واشانتي كتوكو وشبيبه القبائل، خسر امام الصفاقسي فقط اجل مباراه طيبه ما بين النادي الاهلي والنادي الصفاقسي. تبدا البدايه حمراء، وائل جمعه طويله، فلافيو تمريره حلوه على طول، ابو تريكه امل الجماهير ومعشوق جماهير النادي الاهلي. محمد بركات هو عايز يشوط، هو ناوي، ابو تريكه تخبط على طول، المفروض ترجع تاني للعيب يتقدم، لكن توصل لعماد متعب، عرضيه لكن يطلع على طول امير الحاج مسعود. حسام عاشور بيثق فيه جدا جوزيه، فلافيو استلم، عدي، شوط، فرصه مره تانيه وضربه مرمى للصفاقسي. ادي فلافيو لعب بالعرض او شوط مش مهم، المهم انه حاول معاه مره تانيه، والراس في الراس، وراس فلافيو مش اي راس، خبط ابو تريكه، فات وكمل، شماله فاضي قبل الاوفسايد، ادى لفلافيو، جاله احمد شديد قناوي، ممكن يدي لشديد ويكمل هو، وسع لنفسه، شاط وضربه مرمى لصالح الصفاقسي. قناوي بيوسع، عرضيه ممتازه والقائم اليمين لسه خطوره، بركات عرضيه تاني ويطلع الدفاع. يا فلافيو يا حظك الوحش، يا عماد يا متعب، ابره بص حضراتكم منين، وعماد يا ولد والقائم اليمين اخبطي في الجواشي وادخلي، لكن من سوء الحظ تخبط في القائم واستلم ودخل في القلب عماد، اتعطلت اللعبه. ما زال احمد شديد قناوي فاضي خالص، ملهاش لازمه، المسافه بعيده، والراجل فتح هناك مساحه جميله جدا لاحمد شديد قناوي في الناحيه الشمال، ما فطنش ليها لعيبه النادي الاهلي. بصوا حضراتكم فلافيو اتحرك ممتاز، خد مدافع معاه، وايضا عماد متعب على القائم البعيد، يلا وتخبط وتبقى ركنيه، لكن مش سايبه ابدا. محمد صديق هيرجع ورا يلعبها، خطر والحضري في توقيت اكتر من ممتاز، حلوه عماد، لكن ياخد ابو تريكه تاني، بيدور على بركات، هو حبيبه بركات، العرضيه الجميله، التغطيه خبطت في ايده، تعمد لا، يبقى ولا شيء. خلينا نحفظ صح. احمد شديد خطوتين كمان وترفع اهي الثانيه، يلعب العرضيه تتاخد، توصل تاني لبركات، بركات متاخده تاني، وبركات ثالث، ومدي ضربه حره مباشره على النادي الاهلي الحكم الجنبي. لكن حلوه اللي فاتت، ماشي مقبول، وكل لعبه جوه منطقه جزاء الصفاقسي لاعب بيقع، دي كانت ممكن تتاخد. هو ادى هنا لمسه يد ولا ايه؟ ادي الشوطه وادي اللعبه، ادى فاول على عماد متعب اهي، هو شاطه غصب عنه لان الكره كان عماد بيحاول يشوط، جه لعيب الافريقي او عفوا الصفاقسي نفس الزي تقريبا، احد المدربين. ادي اللعبه، بص حضراتكم، لو مش واقف هنا عصام الحضري انفراد،
واقف على خط ال6 ياردات، فرقت معاه جدا. في حراس بيقفوا على خط الجون او قدام الخط بيارده او ياردتين. صحيح ما استلمش كويس، عامل خطه متوازنه مراد محجوبي. فلافيو طويله، مفيش اوفسايد، في ابو تريكه والجواشي. عايزين جون بالبلدي بالعربي. شوقي تسديده مش وحشه، بركات وابو تريكه وعماد. يلا ابو تريكه، عرضيه ممتازه ممتازه، ابو تريكه، ابو تريكه الهدف الاول. محمد ابو تريكه الدقيقه 26 الهدف الاول، الهدف الاغلى للنادي الاهلي. عرضيه طويله جوه المنطقه، الكل اتلخبط، الحارس والدفاع والهجوم، لان ربنا معاه، توصل تخبط في القائم وتحتضن الشباك، والاهلي يتقدم بالهدف الاول، الهدف الاغلى، وتحمر المدرجات. احمرار للمدرجات، ما فيهاش اي حاجه. هذا ابو تريكه لعبها في المكان الصح، عرضيه، راح فلافيو وراح المدافع وراح الحارس، عدت كل الناس، وتبقى الهدف الاول للنادي الاهلي. العرضيه هو اصلا عرضيه للامانه، شايطها في الجول لا، لكن ربك رب قلوب يا ابو تريكه، توصل تخبط تدخل، يبقى الهدف الاول في الدقيقه كله. اهي بص حضراتكم اهو، طلع الجواشي في القائم، ويلا جوه ويلا سنتر، ويا مانويل جوزيه والسعاده والفرحه وفلافيو واحنا وكلنا. لكن المباراه مش وحشه، تكتيكيه شديد قناوي والتماس، و32 دقيقه اعزائي المشاهدين. شديد قناوي عايز يفوت، يرفع يا ولد، جميله، وحشه يا فلافيو. معرفش مين اللي اخترع قصه تخبط في الارض مره واحده على طول، سهله ويطلع الجواشي وتبقى ركنيه، لكن ماشي، حملت طبع الخطوره مره واحده بدماغك زي الشوطه. ابو تريكه، وائل جمعه، بنفطي مكمل، وخطر جدا يا سمواه، خطر جدا، وكويس انه ما بصش يمينه، لو بص يمينه هدف لا محاله. تاني عبد الكريم النفطي صانع الالعاب الاخطر في فريق الصفاقسي، وتبقى ركنيه على النادي الاهلي. بص حضرتك، بص يمينه معهوش حد، والحضري كان هنا، كانت بقت مشكله، كانت بقت مشكله. الراجل اهو طارق الزيادي بيقول له يا راجل العب لي، كويس انه ما لعبلوش. اهي شاط، بيحاول الختام الجيد للشوط الاول. شديد شديد يا ولد، يلا يا قناوي، عرضيه نموذجيه راسيه يا عماد، جت في كتفك، جت في كتفك يا عماد. الكوره كل كوره فيها خطوره، اهي جت له في كتفه، حظه وحش وحظنا وحش. اهو بص قناوي ده شايفه ورافعها، بص في كتفه، رافعها ومقشره، بيقول له اتفضل هات جول. البخت وعدم البخت، التوفيق وعدم التوفيق، لكن جايه يا عماد وما تقلقش. بص قناوي واد شديد صحيح، اسم على مسمى. خماسي دفاع الاهلي حتى الان، والعرضيه جميله جوه المنطقه. عماد متعب بيحاول بيجاهد مش ساكت. جلبان، عبد الكريم النفطي لعيب قوي، عبد الكريم النفطي يمينه فاضي، في تسلل يا راجل، في تسلل يا راجل، في تسلل من غير خوف من غير قلق. التسلل الرابع على الصفاقسي اهو، تسلل واضح جدا، لو سبل اللي وراه ماسك الكوره واستلمها ودخل جوه المنطقه. وفعلا صفاره نهايه الشوط الاول اعزائي المشاهدين، ارض سحبها وزحفها وضربت في القائم اليمين واستقرت داخل الشباك، معلنه الهدف الاول وهدف اللقاء الوحيد حتى الان. على يمينك هيبقى النادي الاهلي، وعلى شمالك هيبقى النادي الصفاقسي. اذكرك بان نجم اللقاء الاول من الاهلي اللي بيدعي قدامنا على الشاشه ابو تريكه، ومعاه محمد شوقي وباقي كتيبه الرجال في النادي الاهلي. اما نادي الصفاقسي فبلا شك وبلا منافس هو عبد الكريم النفطي رقم 10 اللي قدامنا في الشاشه، وقدامه او معاه اسموه. يطلق الحكم الدولي الجنبي مودسو صفاره نهايه او بدايه الشوط الثاني اعزائي المشاهدين. والاهلي على يمينك، الصفاقسي على شمالك. انيس استنى كتير، ضغط حسام عاشور، توصل تاني في الشمال لفاتح، خطيره، تسديده، خطر، وهدف التعادل. هدف التعادل. بقول لكم من البدايه، ادوا من البدايه الفرصه لفريق الصفاقسي انه يهاجم، انه ياخد زمام المبادره في بدايه الشوط الثاني. وصل وعدى ودخل المنطقه ولعبها تسديده او عرضيه، مكمل معاها على طول اسمواه الغاني، ورأسا مع بلازي كواسي،
يبقى التعادل 1-1 للصفاقسي في الدقيقة 7 من الشوط الثاني. بص حضراتكم بدون رقابة، تسديدة بدون رقابة، سابوا شادي وسابوا صديق اهو. شاط مين ده اللي جاي؟ فتح الغرب الظهير الايسر، والتكملة من اسمواه. بص ادي النفط، يدور على النفط في كل لعبة. فاتح تسديدة، حظه كويس، توصل للمتقدم اسمواه يحطها، يتعادل الفريقان 1-1 في المباراة الأصعب. ازاي؟ شوقي عرضية ممتازة، رأسية، ضربة مرمى لصالح الصفاقسي. الهدف صحيح، صعوبة وأفراح للصفاقسي في المدرجات، معاهم كل الحق. في النهائي العربي بين الأهلي والصفاقسي، لسه ما بصش يمينه ولا شماله. مانويل جوزيه، كاميرا بنعدها لكم من كاميرا جوه الشبكه نفسها، مهاري ومتالق. بصوا حضراتكم بيعدي ويبص ويشوط كمان، خطر، لعيب خطر، فايت وموسع لنفسه واطلق قذيفه بجوار القائم الشمال. دي ايه؟ مش بعيده، كنت متخيلها بعيده، لا مش بعيده. ايهاب توفيق يحاول ابو تريكه، توصل لفلافيو، تسديده مش بطاله، تبقى ضربة مرمى لصالح الصفاقسي بمهارة كالعادة، كلنا شايفينه. المهافتي كالعادة، عرضية خطر جدا، والحضري الصفاقسي. بصوا حضراتكم النفط فات من وائل جمعة بمنتهى السهولة، كمل باص شاب الزيادي حطها في القريبة. يلعب ابو تريكة، حلوة قوي يا راجل، حطها على الجنب شوية. ابو تريكة والتسديد والجواشي، هي مش صعبة اهو. يلعب عرضية جوه المنطقة، محتاجين كرات كتيرة جدا جوه المنطقة، يلعبها على حدود المنطقة. فلافيو شاط بجوار القائم، ضربة مرمى للصفاقسي. الحكم ادى الإشارة بالتغيير اهو. كان واقع وسام، طمن انها بره قام. اسلام الشاطر، حلوه التمريره، شوقي التسديده بجوار القائم، محتاجه خطوه كمان. على طول قطع شوقي، يلعب عرضيه، فلافيو لمسه حلوه، وائل رياض، فوت يا وائل بالعرض يا وائل، وتطول وتبقى ضربه مرمى. القرار صحيح، وهنشوف مدي قد ايه وقت بدل ضايع. ادي وائل اهو في رجله وائل. تغيير تكتيكي للصفاقسي. شوف اللعبه، اخر رجل مين؟ رجل وائل، خلاص اوت، ضربه مرمى كلها. المره توصل للشاطر، يهدى الشاطر عليها ويلعبها عرضيه. يا راجل يا فلافيو، يا فلافيو، يا توقف يا تسدد. يعني 50% من النادي الاهلي، لانه الاهلي هيلعب مباراه على الفوز هناك. بالفعل اطلق الحكم الجنبي صفاره النهايه اعزائي المشاهدين، معلنا تعادل الاهلي مع الصفاقسي 1-1. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، التحية إلى كل مشاهدينا أينما كانوا من المحيط إلى الخليج في هذا النقل المباشر من درة المتوسط الملعب الأولمبي برادس، في أحلى تغطية لأكبر المواعيد الإفريقية للأندية بين العربيين الشقيقين، النادي الرياضي الصفاقسي من تونس والنادي الأهلي المصري. إن شاء الله نعيش دور نهائي رائع جدا بين العملاقين، عملاق الكرة المصرية وعملاق الكرة التونسية في النسخة العاشرة من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. أجواء جماهيرية كبيرة جدا بحقيقة ما في الكلمة من معنى عرس كروي عربي إفريقي في هذه النسخة العاشرة من كأس رابطة الأبطال. الجماهير الصفاقسية والتونسية بصفة عامة ترحب كأحلى ترحيب بالجماهير المصرية في عرس الكرة العربية. بكل تأكيد شوط أول كان في القاهرة منذ أسبوعين وحسمه التعادل الإيجابي هدف لهدف. هذا هو الشوط الثاني في ملعب رادس. النادي الأهلي يلعب اليوم طبعا بالتشكيل التالي، سنأتي عليه مباشرة بدون إطالة. حراسة المرمى لعصام الحضري، الثلاثي الدفاعي ليبرو للفريق شادي محمد، والجمعة محمد صديق مساكين، أحمد جديد قناوي، محمد عبد الله على الأطراف، حسام عاشور، حسن مصطفى في الارتكاز،
محمد ابو تريكه دائما وابدا وراء المهاجمين فلافيو امادو، ولو انه اليوم اكوتا منسى يعوض عماد متعب. كبير جدا منتظر بالطبع للاعبي النادي الاهلي المصري. النادي الذي صفاقسي من اجل اول تتويج قاري لاغلى وامجد الكؤوس الافريقيه، والنادي الاهلي من اجل تعديل الرقم التاريخي في الفوز بهذه الاميره الافريقيه للمره الخامسه، معدلا الرقم النادي الزمالك الفائز بخاء والنيجر. من ابرز محطات كوفي كوتشا كاس العالم للقارات المكسيك 99، وبالطبع مونديال المانيا الاخير 2006 الى جانب مونديال اسيا 2002. هي لحظات فقط وينطلق العرس المنتظر، عرس الكره العربيه في ثوب افريقي، نتمناها للاجدر والافضل بكل تاكيد. شوط اول في القاهره يليه شوط ثاني في تونس. هل يقدر المدرب محجوب على ايجاد المعادله الصعبه؟ طبعا التعادل او الفوز، التعادل ب0-0 يعطي التاج للنادي الصفاقسي، التعادل باكثر من هدف يعطي التاج للنادي الاهلي. كل سيرتقب النادي الذي الصفاقسي مرور العاصفه الحمراء، لانه النادي الاهلي مطالب بالتسجيل، مطالب بصنع اللعب، وبالتالي قد يترك المساحات للنادي الصفاقسي. فريق يحذق استغلال هذه المساحات الشاغره. كره سريعه احمد شديد القناوي يحاور امير حاج مسعود، اتعب كثيرا المدافع الايمن للنادي الصفاقسي، وعرضيه ممتازه، كره مرتده في الدفاع وتخرج سلامات. الحكم كوفي كوتشا يتابع المره ليس لحسن مصطفى العقد ولكن لمحمد شوقي بداعي الانذارين. 4-5 لمسات للنادي الاهلي. فلافيو امادو يصوب كرة خطيرة جدا، كرة غدارة من الانغولي فلافيو امادو على طول، مرت ببضع سنتيمترات على الحارس احمد الجواشي. ستلعب حتما هذه المباراة النهائية على جزئيات صغيرة جدا، على هفوات في التمركز الدفاعي، على انجاز كروي فردي من احد نجوم هذا اللقاء. على طول امام المايسترو عبد الكريم. ركنية للنادي الصفاقسي، كرة ثابتة ستحسم عديد الامور في هذه المباراة. على طول تعود من الدفاع طارق الزيادي، يبقى الخطر على دفاع النادي الاهلي لكن يخسر هذه الكرة، تعود للنادي الاهلي. الحكم يترك الاولوية بامكانية الهجمة المرتدة، لكن كرة حسن مستوى على طول الحارس احمد الجواشي. الكبيرة انيس بوشلبان في مكان شاغر، امكانية الفتحة، يراوغ يعطي كرة سريعة عبد الكريم. النفطي ينطلق، النفطي يمر ويوزع، والجمعة يضع الكرة في الدفاع. سهولة كبيرة جدا في التعامل بالكرة مع هذا الفني. هذه نسخة صغيرة مصغرة من حمادي الكبير، حمادي العقربي الأسطورة الحية للكرة الصفاقسية والتونسية. عبد الكريم النفطي يقوم بالمطلوب ويضع الركنية في القائم الثاني، وعصام المرداسي في مرة أولى، والحارس عصام الحضري يحضر في هذه اللقطة. صديق، كرة لشادي محمد والجمعة يعطي التفوق العددي في وسط الميدان. الدولي المصري يوزع في القائم الثاني، متابعة من اكوتا وتمهيد راسي وخروج للحارس بتايمينج ناجح احمد الجواجي. 1 اكوتا منسى فلافيو على اليسار يضع الكرة لاحمد شديد القناوي. احمد شديد يوزع، تدخل موفق من دفاع النادي الصفاقسي. الهجوم عبد الكريم النفطي، شادي محمد يحتفظ بالكرة، وفي الاخير افضل الحلول للامان وضع الكرة في التماس. يمر يوزع السمواه والركنية، تدخل دفاعي من ليبرو الفريق شادي محمد غير راضي يبدو بالمرة على تمركز اللاعبين على يسار دفاع النادي الاهلي، والركنية للنادي الصفاقسي. نفس المنفذ عبد الكريم النفطي يوزع في نقطة الجزاء والجمعة، صعود لواء الجمعة قلب الدفاع الدولي المصري. احمد شديد القناوي على طول ترجع من الدفاع طارق الزيادي. كوفي كوتشا يطلب اللعب، ترجع الكرة للنادي الصفاقسي. انيس بوشلبان، انيس والجمعة يتدخل بكل رشاقة، والحكم البنيني كوفي كوتشا يعطي كرة للنادي الصفاقسي. حوار كبير جدا، اندفاعات كبيرة بدون حسابات. اللياقة البدنية حتما ستكون السلاح الأول والأخير في هذه المعمعة الإفريقية العربية بين النادي الصفاقسي والأهلي المصري. فتح الغربي يوزع كرة مباشرة لأكوتا منسى. بوشلبان، أنيس في وسط الميدان، طويلة من شادي الهمامي، والهجوم خطير.
سامو يراوغ، هل سيقدر التوزيع؟ يوزع الدفاع يخرج بسلام. تبقى الكرة دائما وابدا للنادي الصفاقسي، تصويبه في شكل توزيعه بدون عنوان، والغلبة الى حد الان للكرة المصرية. 11 انتصار، 5 انتصارات للاندية التونسية، واحتكام 13 مباراة للتعادل. وهذه تصويبة من حسن مصطفى بدون خطورة على الحارس احمد الجواشي. جزاء وصعود لعصام المرداسي صاحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب في نظام التصفيات. عبد الكريم النفطي يريد المرور، يراوغ ويوزع في القائم الثاني، وغريبة جدا، والله غريبة جدا من عصام المرداسي. لم يكن بالنجاح الكبير الذي نجح فيه في ملعب الطيب المريري. غريبة من دفاع الاهلي بدون مراقبة. شوف بدون مراقبة، وحده وجه لوجه مع الشباك بكرة رائعة من عبد الكريم النفطي. ولكن هذه المرة اللاعب والمدافع عصام المرداسي على كل كرة ثابتة. عبد الكريم النفطي وعصام المرداسي يتقدم عصام، يصوب لكن بجانب الحارس عصام الحضري. الكل في الاندفاع، الكل في الخدمة من اجل تشريف الكرة المحلية ان كانت مصرية او تونسية. تصويب على طول والحارس عصام الحضري. 13 ديسمبر القادم لمواجهة تشومبوك الكوري الجنوبي الفائز بكأس آسيا للأبطال. الدفاع مرتدة وأنيس بوشلبان صوب، والكرة بجانب الحارس عصام الحضري. محجوب أحمد الجواشي في التركيز، لا شيء غير التركيز. خطورة قادمة، نتذكر بمثل هذا السيناريو دخلت الكرة في شباك الحارس أحمد الجواشي في مباراة الذهاب ومحمد أبو تريكة. السيناريو إذن يذكرنا بمباراة الذهاب. محمد أبو تريكة بالكرة الثابتة، أبو تريكة يصوب الكرة لكن بعيدة بدون خطورة على الحارس أحمد الجواشي. والنتائج دقيقة واحدة يقرر على الحكم كوفي كوجا بونافونتور كوقت بدل ضايع. مشاهدينا الكرام في شوط أول حقيقة لم نشاهد فيه الكثير والكثير ما عدا المحاولة الرأسية لعصام المرداسي. انحسر الرهان في وسط المباراة. كرة ممتازة لفتح الغربي من أكثر من رائع عبد الكريم النفطي، ومحمد عبد الله يعود في التوقيت المناسب وينقذ الموقف. نلعب الوقت البديل، والوقت البديل يؤشر على بقاء النتيجة 0-0 هنا في ملعب رادس في أجواء جماهيرية كبيرة جدا. أكثر من 60,000 متفرج في هذا العرس الكروي العربي الأفريقي. كرة خطيرة، الناس يقاتل داخل منطقة الجزاء، وحسن مصطفى يخرج بسلام. فلافيو يغير المكان، يصبح على اليمين وعماد متعب على اليسار، وفتح الغربي يكسب التماس للنادي الرياضي الصفاقسي. تلعب على طول، كوفي كوجا يراقب الساعة. نلعب الوقت البديل، فتح الغربي، تدخلات قوية. الحكم كوفي كوجا لابد عليه أن يفرض الهدوء حتى لا تبتعد هذه المباراة عن واقع الروح الرياضية. تدخل قوي من فلافيو منذ دقائق تقريبا يلعب بشد عصبي متوتر جدا. كوفي كوجا الى حد الان 5 على 5 ناجح وقريب جدا من موقع العمليات. وفي هذه اللحظه بالذات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم الدولي الميريني كوفي كوجا بونافونتور عن نهايه الشوط الاول بدون اهداف بين النادي الصفاقسي والنادي الاهلي. اجمل تحيات معلقكم رؤوف خليف، والى اللقاء مع بدايه الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، اذا ننطلق من جديد على بركه الله في هذه الفتره الثانيه من النسخه العاشره لدوري ابطال افريقيا، طبعا كاس رابطه الابطال الافريقيه، وبدايه الشوط الثاني بين الاهلي المصري والنادي الرياضي الصفاقسي. عادل ايجابيا هدف لهدف في القاهره امام ما لا يقل عن 100,000 متفرج، وبالتالي 0-0 نتيجه ممتازه والتسلل. لا هدف ابيض من جانب النادي الرياضي الصفاقسي لطارق الزيادي، ولع بها مدرجات ملعب رادس ولا استغلال اقل هجوم مرتد، وبالتالي النادي الاهلي ليس في مأمن من هذه الهجمات الخطيره. كرة مخالفه، بوتريكا مرتدى من الدفاع، عصام المرداسي يبعد الخطر مؤقتا، ومحمد ابو تريكا من خلال مخالفه مباشره غلطه الحارس احمد الجواشي. هجوم خطير، فلافيو يصوب والكرة تمر بجانب احمد الجواشي. الحارس احمد الجواشي كان يتابع هذه الكرة الصاروخية
للانجولي فلافيو امادو. شوف تمر بجانب القائم الايسر، طويله من عصام المرداسي، والكره قبل الركنيه وخطيره وجول. لا، كانت هديه كبيره جدا، هديه دفاعيه قاتله جدا. بل بها على اليسار احمد شديد القناوي، احمد شديد يتقدم وكره خطيره. بوتريكا يصوب مرتده من الدفاع، ولكن في الاخير فتح الغربي امام محمد عبد الله. حسن مصطفى يمهد والتسديد حسام عاشور. اوه، الحارس احمد الجواشي، صاروخيه عابره للقارات جات من اقدام حسام عاشور. لاعب الارتكاز كاد ان يكون من امتياز، ولكن الرشاقه هذه المره للحارس احمد الجواشي. محمد ابو تريكه في الركنيه، حسن مصطفى، والكره خطيره على نادي سويسرا، يخرج بسلام وعكس الهجوم عبد الكريم النفطي على يمين دفاع النادي الاهلي، امامه حسام عاشور. يوراوا يحاول التقدم بالكره، يعطي كره ممتازه والتسلل النادي الرياضي الصفاقسي. احمد شديد القناوي، محمد صديق، حسام عاشور، فلافيو يصوب، والحارس احمد الجواشي. العنقود يغير وجهة اللعب، فتح الغربي، تمهيد لعب الكريم النفطي، كرة تدور مليح من جانب النادي الصفاقسي، وشادي يصوب كرة بعيدة بدون خطورة على الحارس عصام الحضري الميدان. وهذه كرة سريعة يمينية مفتوحة لاسلام الشاطر، اسلام يتقدم يوسع، والرأسية رأسية رائعة جدا من عماد متعب، والمكان المناسب للحارس المناسب احمد الجواشي يقتنص هذه الكرة الرائعة للمتعب، متعب الدفاعات طبعا عماد متعب. والجمعة مراقب من طرف قلب الدفاع بشير المشرقي. احمد الجواشي يوجه الجدار الدفاعي بلاعبين، وفلافيو في متابعة مع فاتح الغربي. التوزيع من وائل الرياض، والدفاع يتدخل بمرة أولى. الأهلي يكتسح دفاع النادي الصفاقسي باحثا عن هدف هو الأغلى بكل تأكيد في مسيرة هذا الفريق في هذا الموسم. عماد حسام، وائل الرياض، عماد مطعم من جديد، كرة تدور مليح، كرة تدور ثابتة من جانب النادي الأهلي. أحمد شديد القناوي يصوب، هيثم المرابط في التصدي، وفلافيو، اوه كرة قوية جدا. فلافيو الانجولي يكسر القائم. شوف سنتابع العرض البطيء، الانجولي يصوب، والعارضة تقول لا، العارضة تقول لا للانجولي ولا للنادي الاهلي. ابو تريكة يريد التوسيع في الركنية، تدخل من الدفاع. الوقت يمر ودائما وابدا الاحداث امر وامر. اسلام الشاطر يريد ان يوصل، لا يتواصل ثنائيه مع وائل الرياض، تصويبه بوتريكا. الحكم الانجولي، الحكم البريني طبعا يقول ضربه مرمى النادي الاهلي. حسام عاشور، حسن مصطفى، وائل الرياض، فلافيو، هجوم اختير للنادي الاهلي، يصوب فلافيو، والركنيه للنادي الاهلي. في كل مرة ياخذ الكرة الانجولي الا ويحاول التسديد، وهذه الاعادة تؤكد ذلك. شوف مراوغة مع عصام المرداسي، صوب، تصطدم الكرة بشير المشرقي، وتمشي ضربة ركنية، والركنية بتوزيع من محمد ابو تريكة. كرة خطيرة والمرتدة، وفي الاخير تعود من جانب النادي الصفاقسي، وهو طريح المعشق. بدأ العد التنازلي مشاهدينا الكرام. 5 دقائق يقرر من حكم كوفي كوتشا لنهاية هذا العرس الكروي العربي الافريقي. 5 دقائق بالتمام والكمال، واكيد وان النادي الصفاقسي في وضعية المدافع والنادي الاهلي في وضعية المهاجم. وكرة مرتدة، والحارس احمد الجواشي، كرة مرتدة دفاعية من بشير المشرقي، والحارس احمد الجواشي. اليوم حارس كبير جدا، اليوم احمد الاسمراني غنى كل الاغاني امام القيمة الثابتة عماد متعب، والانجولي فلافيو امادو، والمايسترو محمد ابو تريكة.
تولعت المدرجات في ملعب رادس. لا يمكن أن نتابع من خلال هذا الدخان أجواء ملعب رادس. شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو تريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي، والمايسترو محمد أبو تريكة بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية، ستكون النهاية دراماتيكية على أحد الفريقين. وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد أبو تريكة في شباك الحارس أحمد الجواشي، وهدف ل0 للنادي الأهلي. هدف والله بصراحة قاتل على الدفاع التونسي. شوف بدون مراقبة، على طول محمد أبو تريكة يضع الكرة في شباك الحارس أحمد الجواشي، وسباق ضد السرعة حاليا يخوض النادي الصفاقسي. تنقلب كل المعطيات رأس على عقب في هذا الوقت القاتل، في هذا الوقت، وهذا هجوم للنادي الصفاقسي، ولكن تضيع الكرة والجمعة في التصدي، والرياض ينطلق في هذه الكرة. أكيد هدف يخيم صمت رهيب حاليا على ملعب رادس، هدف مفاجئ، هدف حقيقة على عكس كل توقعات الجمهور الحاضر في ملعب رادس. فاجأ به محمد أبو تريكة نجوم الفريق المصري النادي الأهلي، وبالطبع المتابعة من أنيس بوشلبان. أكيد وأنه هنا في ملعب رادس النادي الأهلي كان مع نهاية الشوط الثاني أكثر مجازفة، أكثر إصرار وعزيمة لخطف الانتصار، وكان له ذلك بما أنه تمكن في الوقت البدل الضائع من إنهاء كل أحلام النادي الصفاقسي بالفوز بهذه الكأس لأول مرة في تاريخه. على كل لم تنتهي المباراة تنتهي عند الصفرة النهائية للحكم البنيني كوفي كوتشا سيستعمل الورقة في نهاية المباراة، الورقة الصفراء سيستعملها إذا ضد أنيس بوشلبان بعد التدخل على حسن مصطفى. إن شاء الله تكون نهاية يعني بكل الروح الرياضية. إذا مشاهدينا الكرام الحكم كوفي كوتشا يراقب الساعة. التغيير يطلبه مدرب النادي الصفاقسي. كرة في وسط الدفاع للنادي الأهلي عبد الكريم النافتي، أنيس بوشلبان. الحكم يطلب اللعب ويقول تماس للنادي الصفاقسي. كرة داخل منطقة الجزاء وشادي محمد، تفتكروا الكرة من جديد استرجعها كابتن الفريق المصري. الضغط أصبح على ممثل كرة القدم التونسية فاتح الغربي، يكسب ضربة مخالفة، والرياض يعود. الخروج منتظر إذا دخول لبلاس كواسي وخروج للشادي الهمامي، خروج متوسط ميدان دفاعي، دخول مهاجم واضح. آخر فرصة كبيرة جدا من أجل التعديل ولعب ركلات الترجيح بالنسبة للنادي الصفاقسي، أو النهاية طبعا السعيدة للأهلي والدراماتيكية للنادي الصفاقسي. كرة من عبد الكريم النافتي في الدفاع الأهلاوي، ترجع عكسية ولا تبقى لأحمد شديد الكناوي. أحمد شديد الكناوي طبعا حسام البدري يطلب من كل اللاعبين العودة الدفاعية ما عدا فلافيو أمادو. لحظات تاريخية، لحظات قاتلة بالنسبة للكرة الصفاقسية والتونسية عامة، وسعيدة بكل السعادة بالنسبة للأهلاوية والمصرية بصفة عامة. كرة طويلة من بشير المشرقي، ونهاية المباراة مشاهدينا الكرام بتتويج النادي الأهلي للمرة الخامسة في تاريخه، يعادل الرقم القياسي لنادي الزمالك. 5 ألقاب للنادي الأهلي، والنادي الصفاقسي يفشل في التتويج. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة، حظ أوفر للنادي الصفاقسي. وهذه هي الكرة دائما تبقى لا تقبل، لا تعترف بالمستحيل. مانويل جوزيه فعلها أخيرا، تمكن من وضع اللمسات الأخيرة
لقلب المعطيات لصالح النادي الاهلي. الف مبروك من جديد للنادي الاهلي والنادي الصفاقسي، اكيد نشكره على كل ما قدمه لكل عشاق الكره التونسيه منذ بدايه الادوار التمهيديه الى حد هذا الدور النهائي. كره القدم بكل السعاده، كره القدم بكل التعاسه، هذه هي ميزه كره القدم، هذه هي